هي أي خمسة هكذا. إيه؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج خمسة كده. النهاردة فكرت أكون غلس. أيوه. النهاردة فكرت إن أنزل أعمل مقلب في الناس في الشارع. تخيل نفسك مثلا لو أنت كنت ماشي في الشارع وفجأة في مذيع بيقولك تعالى أنا عايز أصور معاك، وبعد ما أنت توافق كل شوية كات، اعدل شعرك، كات، اظبط قميصك، كات، طب بنطلونك، وفي الآخر المذيع يقولك لا 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 أنا مش هصور معاك أصلا. هتعمل إيه؟ نتعرف عليك؟ عبده. كات، انا مش هصور معاك اصلا. المفروض ما تجيليش حد اطول مني على فكره يا استاذ مجدي. ممكن خطوه ورا بس يا استاذ، ورا كده بس. ما عشان اطول مني. معلش. طب ما اجيب حد من اصحابه اقصر. اطول مني. انتوا كلكم طوال؟ انت جايب لي حد اطول مني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف عليك. حسام شريف. عندك كام سنه يا حسين؟ انا 18. طب معلش كات. هو بالنسبه للتيشيرت ده الكمام، يعني مش حدش يقول ان هو يعني يظبطها له يعني. بسم الله نتعرف عليك. حسام شريف 18 سنة. بتدرس لسه اكيد؟ ثالثة سنة ان شاء الله. لسه ثانوي؟ اه 18 سنة؟ طب معلش كات. طب يا جماعة هو دلوقتي صغير 18 سنة. يعني تعرف عليك؟ حسام شريف 20 سنة من اكتوبر. 20 سنة بس شكلك صغير. 20 سنة يعني هو عامة الحياة دلوقتي كده يعني. بتصغر على السن، شوية لا الحياة بتكبر. اولى جامعة. متأخر سقطت؟ لا تأخر، ما دخلتش الامتحان وكده. يعني سقطت؟ يعني. طب يا جماعة أنا كده هجيب حد ساقط معايا في البتاع. ستوب معلش ستوب. هي متعرف عليك؟ حسام شريف 18 سنة من اكتوبر. أنت شفت الشارع 20؟ لا ما هو بقى خلاص غيرنا سنتين. طب يا جماعة معلش أنا آسف، معلش يا جماعة كات. بالنسبة لشعره حد ما عملش، حاول تظبط شعرك كده. انا بس عايز اطلعك احسن حاجه، انت فاهم؟ يا عم احنا بالطريقه دي هنخلص وهنمشي انا ولا ايه؟ شعره ايه؟ طب ادخل معايا يا استاذ محمد، ادخل معايا. كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف عليك؟ حسام شريف 18 سنة. محمود الهواري 30 سنه. طب كات. على الشغل الصعب وانا. طب معلش كات. هي ماسكه السلك دي ظاهره معايا؟ هي الخنقه اللي احنا فيها. ماسكه هنا في الكاميرا دي. عادي. لا يا عم عادي ايه؟ طب بالنسبه للاستاذ ايده في جيبه وكده، اهو بعملها لك. يعني البروديوسر الاستاذه هند. ما تيجي انت من هنا. انا صغير عشان الكادر هو. لا خلاص بالظبط على كده يا استاذ لو سمحت. يا عم انا عايز. وهي احنا نقول مش انت، احنا نقول مش انت على فكره، احنا نقول مش انت. يعني انا دخلتك مع الراجل وانا اصلا مش عايز ادخل حد مع حد. انا كده بعيد دي، ما انا عارف ان دي مش جايبها. لا جايباك. لو عندي حاجه اهو. احنا عارفين، احنا هنضرب شغلنا. احنا هنضرب عشان هو شغلنا يا قدام. استاذ، احنا هنضرب شغلنا. لو عندي حاجه اهو. احنا هنضرب شغلنا. تصور لوحدك وهو يصور لوحده. اقعد يا استاذ زي ما انت. يا عم ما تيجي انت. يلا لا هو ظابط. يا استاذ ممكن نخلص. يلا يا عشان ننجز شويه. في فطار بعد اذنك. انا برضه عايز امشي. دور. طبعا انت اخترت. يا عم يا استاذنا اتفضل. يا اما تتصور واحنا بنتكلم معاك. خلاص. اعتمد على نفسي من صغري واجرب الشغل الصعب عشان لما اكبر اشتغل اللي انا عايزه ابقى مرتاح نفسيا وكل حاجه. ولا مثلا عشان خاطر تجيب فلوس انت تصرف بيها على نفسك انت بقى، تجيب اللي انت عايزه، دراجز، مخدرات، سجاير. لا مخدرات لا خالص، يعني انا بصراحة. ما بشربش هو سجاير. قفشك قبل كده وانت بتدخن؟ لا خالص. بتدخن؟ لا. كات الدبانه دي يا جدعان. بيدخن يا عم انت ازاي؟ تعالى انت من هنا. نجيب بارسون في الشارع. يا عم انت يا مثبت استاذ هنا. لا، استاذ بعد اذن خليني حضرتك. بس انا خلاص قصاد يا استاذ. يا استاذ بعد اذنك. خليني لوحدي. ورا خطوه كده جنب كتف الاستاذ. ايوه هنا عشان اجي في دي. بس. تمام. ظاهر عندك حاجه؟ يا جماعه يلا ننجز. فانت اخترت تكون زي اي شاب مجتهد ان انت تشتغل صغير، مش موضوع مصاريف ولا اهلك يا حاج. ناقصين فلوس. ظاهر عندك؟ لا خالص. استاذنا حضرتك بتقول اسمك ايه؟ نفسك تكون ايه لما تكبر؟ يعني ان شاء الله يا اما اعلامي ان شاء الله او ضابط يعني.
اعلامي او ظابط، يعني حاجه يعني شويه يعني بعيده عن لا ان شاء الله يعني. يا جماعه الدبانه اللي فوق دي ايه نظامها اللي عماله تهش دي؟ شيلها في المونتاج. حابب تطلع في برنامج؟ اه ان شاء الله. طب تكون مذيع؟ اه ولا نفسك تبقى مخرج ولا نفسك ايه؟ لا انا عايز مثلا ابقى. معلش كات الدوشه يا جماعه. يا جماعه الصوت ورا. تعالى شوفنا بالكاميرا دي يا حاج. شوف دور. وبص اخر مره يا استاذ يمشي بقى يعني. يا استاذنا لو سمحت بعد اذن حضرتك، بعد اذنك انا اصور معاك لوحدك وهو لوحده، عشان انا خدت معاك حاجات لوحده. يعني كويس ان انا اصور معاك، كويس ان انا اصور معاك. هتصور بعد كده كل واحد ياخد هدوء تلحق التلفزيون والكاميرا ومهرجان تاني. يا استاذنا ما فيش وقت عشان خاطر الناس دي كمان ابتدت عايز تبقى صحفي؟ وهتبقى مذيع؟ لا صحفي. مذيع؟ مذيعين وحشين؟ مش حكايه وحشين يعني الصحفي. لا انت كده بتقيل في الاعلام يعني. ولا غريب ولا حاجه. لا انت كده بتقيل في الاعلام. مثلا عايز ابقى صحفي رياضه عشان اروح الاستاد وكده يعني كتير. عشان تدخل مشروع ببلاش يعني. يعني التصوير وكده. طب معلش كات. لا حاول تكون سياسي اكتر في الموضوع. طب احنا نمشي وكفايه كده. لا حاول تكون سياسي اكتر. لا عادي مش مشكله. كفايه كده والله. امسك بس. كفايه كده والله. انسى والله. طيب تعالى. طب تعالى تطلع فيك مقلب والله. ده مقلب على فكره. ده مقلب. وعلى فكره المايك ده اصلا مش شغال لان بص اساسا ده بس شغال. احلى حاجه طيب هو مش عايز يتحرك يعني. انا كل لا بس اصحابك انا شايفهم من ورا ان هم ابتدوا يتعنفوا ان هم هيجوا يضربونا يعني. مش حكايه تعنف، هم عشان عمالين نتكلم ونقول فطار وكده، واحنا اصلا مروحين وانا مش عايز اتحرك عشان الكادر وكده، هو عمال يظبط فيا بقاله نص ساعه. طيب انت طيب الله اكرم. هاي يا فنان. احسنت يا استاذي. الخمسه دي كده. 5 يا عم حسن حبيبي.